اخي يخرب بيت ابوك يا خلاص يا اخي يخرب بيت ابوك يا كرداش يا اخي انت قاعد هنا وخربين الدنيا عليك يا اخي. خير. الواد عجرد فادي الزملكاوي وخرب الدنيا ما تدور عليك يا كرداش وانت قاعد. دور علينا؟ ايوه. ليه في حاول لا؟ مش فاز ما تدور عليك انت عايز احفل عليك يا معلم. ايوه ها؟ ايوه ده مو فاز النهارده ويعملوا الحيطان بتاعتهم وعندهم الليله النهارده صباحي ومش هنخلص في الكلام. ده كان مفرق موز في الشارع هو ماشي هو كمان اصل هو ابوه شغال في العضو شغال في الزمالك ابوه. انا الماتش ده والله اصلا يعني بتاع الدوري الممتاز 500 لتحت احسن مني. ياخد اللاعبين اللي بيعملوا البتاع ده ما يبيعوا جيرو وكزبره ومش عارف ايه يا عم ده ما يعبد مين يا عم؟ ده مفيش اي لعيب يا عم، ده كلام فارغ ده كله. هو جا وراك دلوقتي وراي متاكد اللي هو ايوه جا وراي. يعني انت تجيب له مصيبه وتجي انت تهر لنا هنا ما تقولوش واصل انا يا اخويا الواد ده كان هروح انا مش هراو. طب روح توكل الله كده واقول لك على الحقيقه. بص يارك في الهدف ده انت هتجيب برضه واحد زملكاوي يجيب الهدف ده. جمهور اسود ورا الزمالك كل استاد موجود. مين ده كرداش؟ اوه زملكاوي يخرب بيت ابوك يا زملكاوي يخرب بيت يا اخي يخرب بيت ابوك يا كرداش. انا امسك كرداش. انت رحت فين؟ ده لما ادور عليك بالحلاوه ايه ده بس عليك مستوي يا اخي. انت جاي تخبي هنا ها. انت تعرف اول ما الهدف الثاني بتاع الواد بالصف شلبي جه انت جيت لورا انت تعرف عمل ايه؟ خبى عضو طلع يرمح خد البنيه من هيك وخبى على طول. يا عم ده انت ما تقول انا ما كلمنيش ده انا هارب ترى ضربات يا كرداش. يا عم مش ماتش مستوي ده يا ابو فرحان عليه فرحان عليه فرحان. انت هتبقى حصلت الدوري دلوقتي. اصبر يا ماله بيت ابوك ماله مين جاب الهدف؟ يا دي اللعيبه مين جاب الهدف؟ قلت انت مصطفى شلبي. ده ما بيع جرجير ده ولا فيديو يا اخي روح اثنين على عينيك. مين جاب الهدف الاول؟ مين جاب الهدف الاول؟ هيكون مين غيره؟ مين؟ ناصر كوستا. ده بتاع كروم. ناصر هاج. انا بتاع كروم ده مش كوستا ده ناصر هاج. يا عم الحاج ده شاق يا عم ده شاق عبط على الليل يا عم. انت تعرف ناصر ده حرق دم الاهلاويه كله. لما كان ببيع كرومب اول امبارح. يا عم انت وش كرومب يا عم توكل على الله انت بس. طب روح كده يا راجل روح كده يا راجل توكل على الله. روح عشان ورانا مشاغل زي بعضه. روح رايح في البلكونه شعرها العربي كل حاجه زملكاوي انت كلها زملكاوي. شفت واد بنتاج عامل ايه النهارده يا ابوي يا واد الواد بسم الله ما شاء الله واخد الجبهه رايح جاي مصدق نفسه. انا مش هنام يا ليالي مصدق نفسه. عودي تاني يا ليالي عودي تاني. خلاص يا عم خلاص يا اخي يخرب بيت ابوك يا خلاص يا اخي يخرب بيت ابوك يا تاكل هم يا اخي. كده فضحنا وخربنا الدنيا يا عم ده قال عين عشان ماتش ملوش لازمه يا اخي. والله ماتش ملوش لازمه والله فازوا ظلم ومستواهم معفن. هم فازوا ظلم يا كده وانت حكيم جاي معاهم. ايوه هم فازوا ظلم اصلا. شفت الواد بيقول لك يا ليالي وقلع عيني يا اخي. لما احنا في الليل يا اخي تقلع عيني ليه يا اخي؟ اسم اللي جاب ولا هداف كان مش عارف بيقول لك نصر مش عارف مين كوستا ده قالوا ده ما بيع كرومبو وما بيع جرجير. نانسي كوستا قال يا عم ده كلام يبيع كزبره وشبت يا عم. امال ايه؟ ومين جابه لما يقول لك شلبي؟ ده بتاع بطيخ يا عم ده بتاع بطيخ وكزبره ونعناع. هي دي لعيبه اصلا. والله ماتش كان يقرف وماتش كان يعر. وده اصلا الدوري الممتاز اصلا ما فيهوش اصلا غير الاهلي بس. ايوه الاهلي انت تروح الاهلي بس يا اخويا الاهلي بس فريق اوروبي. زمانك مين يا اخويا بنتكلم عليه وجاي فرحان يقول لك يا ليالي يا ليالي. هيروح فين يا اخي فخر لي يا اخي فخر لي. امال ساعه الاهلي بيبقى عامل نايم ليك وزعلان. فخر ساعه الاهلي والله بيبص بيبقى دمه محروق. ما انا بقول انا دمه مش محروق. انا حابين له انا عايزهم يفوزوا عافيه. افرح ان في منافسين. ماما في الظلم يا كرداش يا عم في الظلم. انا افرح عشان في منافسين. من مين هينافس الاهلي؟ الاهلي طول عمره ما ينافس نفسه صح ولا ايه؟ صح روح يا عم توكل على الله. قول البت تعمل لنا شويه مصلحه بطننا وجعتنا. انا مش هنام يا كرداش النهارده. ليه مش هتنام ليه؟ مالوش زقنا المره ده كرداش الواد اللي فاز ده. يا عم انت كبر دماغك ده. ده هيجينا في البنك يخبط كل شويه. ده مش هينام لا ده يقعد انا عارف المكسب عنده ب 10 ايام وممكن تاخد سنين. فانت روح اعمل كوبايه مصلحه وتعالى انا وانت. روح كده السكر بالسلامه خلص السكر. انا جايب لك كوبايه الشاي من غير سكر وانت حليها من حس. زي بعض بحليها انا. ناس كتير بتقول انت دمك سكر. هبقى احط صباع في الكوبايه كده واحلي نفسي. يا اخي روح بالليالي يا اخي انا وجعتني يا اخي. اقوم اروح المستشفى واخد قطره. جاتكم الهم يا اخي. هم الزملكاويه كده لازم يفرحوا 60 يوم عشان على الفوز واحد. طب احسب كده ويقعد سنين عشان يحتفلوا. البطوله ما يحتفلوا عليها بتاع 20 سنه.